لقد أمرنا بإنشاء مؤسسة وذلك لرعاية المبدعين والمبدعات في الجمهورية إن شاء الله. اليوم في معاناة للمواطنين، لا نستطيع أن نقول إن ما في معاناة نتيجة لارتفاع الأسعار خاصة في المواد الغذائية. وجهت الحكومة لعقد اجتماع طارئ أو استثنائي وذلك لدراسة هذا الأمر. هل هناك تلاعب داخلي من المستوردين للمواد الغذائية أم هي أسعار دولية؟ إن كان هناك تلاعب من قبل المستوردين وبائعي الجملة والوسط بأسعار وقوت الناس فيجب أن يحاسبوا ويتحملوا كامل المسؤولية. وإن كانت أسعار دولية فعلى الحكومة أن توضح هذا الأمر للشعب وتكون هناك شفافية مطلقة أولاً بأول، لأن هناك ضعفاء النفوس يستغلون المعاناة ويحاولوا يدغدغوا عواطف الجمهور. يعني إذا كان الأمر بيد الحكومة فعليها أن تتحمل مسؤولياتها وأن تضبط وأن تتخذ كامل الإجراءات لمن يتلاعب بالمواد الغذائية والأسعار. وإن كانت أسعار دولية فعليها أن توضح هذا الأمر للجمهور. الإخوة والأخوات الشباب والشابات، نعم سنرحب بكم إن شاء الله في ميدان العمل في المستقبل. أنتم مستقبل هذه الأمة، فأنا متأكد أن هذا الشباب الطاهر، هذا الشباب النظيف، العقل النظيف، هذا الشباب النظيف هم حماة الثورة والجمهورية والوحدة والحرية. لن ينضوي عليكم زيف الزائفين وكذب الكاذبين، فأنتم مستلحون بالعلم وبالمعرفة وبالوعي السياسي. لن ينطوي عليكم دعاة الكذابين. بالتوفيق والنجاح للشباب والشابات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.